بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي في ايمرالد. الجهنمية دي ما كانتش بالزهر، خلاص، ما كانش فيها تزهير خالص، وكان فيها نواشف كتير. بعد ما خدت الأسمدة اللي احنا ذكرناها سابقا، خلاص، نفس الفكرة هنا. الشجرة الجميلة دي ادي نتيجة التسميد، دي بواقي الأسمدة اهي الخاصة بينا. اتفرجوا بقى على النبات يا اخوانا بعد ما خد الأسمدة. ايه رأيك عليه؟ حلو؟ تمام. زي الفل. الأسمدة يا إخوانا، مصادر الأسمدة للأسف بنأكد إن مصدر الأسمدة لازم يكون حاجة كويسة. من ساعة ارتفاع الدولار من 7 للنهاردة في السوق السوداء، أعتقد حاجة مبلغ كبير، يعني مش عايزين نذكره بقى، مش ملناش دعوة، مش هنتدخل في السياسة النقدية، صح؟ انتشر الأسمدة الرديئة أو الغير مطابقة للمواصفات، انتشرت جدا. الشجر ده ما كانش بيظهر إطلاقا. كانت مشكلته في الأسمدة اللي كان بيشتغل بيها أستاذنا الفاضل، للأسف رديئة جدا، إلى جانب احتياج النبات للمية. بنقول النبات ليه احتياج معين من المية، خاصة هنا الشجرة ما كانتش بتظهر خالص. بعد ما خدت التسميد ظهرت، بعد ما قصينا النواشف وجددنا البراعم الحاملة للتزهير. ما نخليش نواشف عندنا في الشجر إطلاقا. عايز الجهنمية تظهر عندك، عايز نبات يظهر عندك، ياخد احتياجه المية، ياخد المناخ بتاعه الشمس، ياخد تسميد معدني متكامل ومتوازن. ومعنى متكامل ومتوازن يعني ياخد كل العناصر اللي بيحتاجها النبات. الزهرة دي عشان تطلع محتاجة عنصر زي الزنك والحديد. الورد عشان يبقى بالشكل ده عايز عنصر زي النيتروجين وزي المغنيسيوم، وهكذا. الزهرة دي عشان تثبت فترة طويلة عايزة عنصر زي البوتاسيوم والكبريت. يبقى نغذي النبات تغذية متوازنة، تغذية من مصادر مضمونة، هتلاقي النتيجة قدام عينيك. النبات بيتكلم، النبات بينطق. النبات لما تغذيه صح، تديله احتياجه الصحيح، هتلاقي النبات قدام عينيك بينطق يا جماعة، زي ما انتم شايفين كده.